بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. طبعا الأيام اللي جاية هتبقى برد وسقعة ومناعات أولادنا لازم نقووها بأي طريقة. وطبعا لازم نكتر لهم من الخضار على قد ما نقدروا. طبعا احنا ناسيين الخضار الصحي ده من أكلاتنا خالص يعني، وبالذات أولادنا بيبقوا فعلا عايزين البيتزات والبرجر والحاجات اللي هي كلها دي، ولا بتفيدهم بأي حاجة. فاحنا الأيام اللي جاية لازم نرفع مناعتهم على قد ما نقدروا. طبعا المدارس دخلت والبرد ما شاء الله الأولاد كلهم بردانين ومشكلة بصراحة. فلازم نحاولوا نقوي مناعتهم بأي طريقة. وطبعا أكتر حاجة بتقوي المناعة عند الطفل الخضار. فاحنا نحاولوا الأيام اللي جاية نكتر لهم من الخضروات شوية والاكل الصحي، ونمنع عنهم الحاجات اللي هي تقلل المناعة عندهم، زي الحاجات المسكرة، الحاجات اللي فيها سكر زيادة. نزود لهم من عسل النحل، طبعا بيقوي المناعة عندهم، بس ما نكتر لهمش برضو كتره غلط. نحط لهم مع اي حاجة دافية كده قبل ما يناموا كوباية شانسون ولا اي حاجة، بس مش سخنة، حاجة دافية عشان ما تضيعيش الفايدة بتاعة العسل النحل. وطبعا هنا شوربة الخضار بتاعتنا عشان اولادنا ياكلوها فهنعملوها بطريقة ان شاء الله حلوة قوي. هتخلي اولادك يحبوها. واحنا الكبار اهو، حد عندي بيعطس اهو البرد مطلع عينه اهو فربنا يا رب يحفظهم كلهم اجمعين يا رب. هو بيقول يا رب. فهنا هنعمله النهارده ان شاء الله شوربة الخضار بطريقة حلوة قوي، وان شاء الله تكون صحية واولادنا يحبوها باذن الله. واحنا الكبار برضو، انا عن نفسي بعشق شوربة الخضار، بحبها جدا جدا، بس عندي ناس مش بيحبوها هنا للاسف. فانا قررت اعملها بطريقة كده حلوة ان شاء الله كل البيت يحبها وكلنا هناكلوها ان شاء الله. واتمنى ان انتوا برضو تجربوها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك وتشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. معاكم غدا الصمدي. تعالوا نشوفوا الاكل الصحيه دي عملناها ازاي. هنا طبعا جبنا الخضار اللي عندنا، اي خضار يقابلك بقى حطيه في الاكله دي هيكون مفيد جدا جدا. انا كان عندي كوسه وجزر وبطاطس وفاصوليا خضراء. طبعا انت عندك بقى اي حاجه تانية عايزه تحطيها، بزله خضراء، بس انا ما لقيتش للاسف، ومش عايزه احط اللي هي المجمده. بروكلي، لو قرنبيط برضو هتبقى حلوة قوي قوي معاها. اي خضار عندك المتاح عندك حطيه، هتبقى طبعا كله هيبقى فايدة لاولادك وفايدة ليكم. فهنا انا كان عندي عرق. طبعا احنا عارفين العرق ما بيبقاش سمين، فاحنا عايزينه بس يدي دسامة كده للشوربة. فهنحمروها الاول في حتة زبدة عشان بس الشوربه بتاعتنا تبقى دسمه شويه. ولو في حد عنده كوليسترول عالي مثلا او دهون او حاجه زي كده، بناقص حته الزبده ونحط معلقه زيت زيتون. احنا بنتكلموا هنا عاملاها لناس يعني ايه نحاف شويه مفيش دهون الحمد لله. ف حمرنا قطع اللحم اللي عندنا، شوحناها بس لحد نشف فيها اي دم او ميه. ورحنا منزلين معاها بصلتين كبار. طبعا البصل هنا برضو خلي بالكم، البصل بيرفع المناعة جدا. هنديله تشويحتين بس كده مع الزبدة. نزلنا 4 فصوص حبهان او 5 اللي انت تحبيه. طبعا الحبهان بيدي طعم للشوربة حلو قوي. كل الكلام دوت هنشوحوه وننزلوا عليها بالمية السخنة. طبعا كل ما هنحمروها هتدي دسامة للشوربة وطعم، هتبقى طعم الشوربة طعم جدا بالطريقة اللي احنا عملناها بيها دي. مش هنغطوها طبعا غير لما لازم نشيلوا الريم بتاعها مرة واتنين وتلاتة لحد ما نحسوا الشوربة بقت صافية. نغطوها بقى ونوطش عليها ونسيبوها تستوي على نار هادية.
يعني حركة ان احنا نسوي اي لحوم على نار هادية، دي بتخلي اللحمة ما تنشفش معانا. لكن لو يعني هتسويها كده على نار عالية وتفضل تشرب المية منك، وتفضلي تزوديها في مية، هتبص تلاقي يعني حتة اللحمة لو كويسة هتلاقيها تشد منك، وهيبقى السوا بتاعها مش ظريف خالص. لكن لما نسووها على نار هادية، دي بتخليها معاكي كده زي الملبن، بتبقى جميلة جدا. اول حاجه من الخضروات نزلنا بالفاصوليا عشان بس بتاخد وقت مننا في السوا، وبعديها الجزر. مش هننزله كله مع بعضه عشان انا ما بحبش الخضار مهري بصراحه في شوربه الخضار. يعني بحبه كده بيبقى ايه، بيندغ معانا كده، ما بحبوش مهري. وعشان طبعا تبقى محتفظه بالقيمه الغذائيه. حضراتكم شفتوا انا عملت في اول فيديو عملت الكوسه ازاي، عشان بس الاولاد يحبوا شكلها، ويحبوا ان هم ياكلوها، بيحبوا هم منظر الحاجه قدامهم كده تشدهم. فضلعتها كده بالطريقه دي، يعني ما كحتش القشره بتاعتها، يا دوبك ضلعتها كده وعملتها باللي هي المقشره دي. كان منظرها جميل جدا. بس ما عملتش بقى الجزر بالطريقه دي، عشان الجزر بعمله بالطريقه دي في المخلل بس ما رضيتش اعمله في شوربه الخضار. ونزلنا بطماطمايه مكعبات، وكان عندي حزمة كرفس خرطتها برضه رفيع جدا، ونزلت بيها اخر حاجة، مش عايزة الحاجات دي تتهرى معايا، وفي نفس الوقت عملت الطعم جميل جدا. ولون برضه يعني بتبقى طعمها جميل جدا لما نحط لها طماطمايه كده، وحطيت لها برضه يعني طماطمايه صغنونه خالص في الشوربة وهي بتستلق اللحمة. بصوا الالوان الجميله والخضار مصحصح كده مش مهري معانا. دي حركه مهمه جدا ان انت تنزلي الخضار مش مهري، يعني نسووه بس ما نهرهوش عشان يحتفظ بالقيمه الغذائيه بتاعته، واولادنا يستفادوا بيه وتترفع المناعه بتاعتهم. واحنا برضو كبار لازم برضو نحافظوا على المناعه عندنا، ونقللوا شويه من البيتزات والمقليات والحاجات دي، شويه ندوا لنفسنا هدنه شويه. اتمنى النهارده الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك وتشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. طبعا الطبق دوت هيبقى حلو قوي في الايام اللي جايه في الشتاء كده، والشتاء نازل والسقعه بيبقى خطير. طبعا يعني ده مش محتاج اي اضافات جنبه بصراحه، يعني ولا رز بقى ولا مكرونه ولا اي حاجه، دوت تكتفي بيه كده على السفره ولا الطبليه. بصوا حاجه بصراحه فيها كل العناصر الغذائيه اللي الجسم محتاجها واولادنا محتاجينها. فاتمنى شوربه الخضار النهارده يكون خفيف على قلبكم وخفيف على معدتكم كمان. ولو عجبكم الفيديو متنسونيش باللايك وتشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. حبكم في الله، كان معاكم غدا الصمدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.